انا كنت عارف ان انا مش ههون عليكي. ما بقاش بياكل معايا الكلام ده يا حسن. بس انا عارف ان انت قلبك طيب وبتحبيني. وانت بتحبني؟ طبعا. وانت يعني مش عارفه؟ بتحبيني انا اكتر ولا شريفه؟ انت حاجه وهي حاجه يا حنان. طب بتحب نفسك انت اكتر يا حسن ولا شريفه؟ طب انا هسهلها لك اكتر. بتحب اي حد او اي حاجه في الدنيا غير شريفه؟ شايف اي حاجه تانية في الدنيا غير شريفه؟ طول ما انت خايب كده ومهزوز انسى ان انا اختك، لان انا اخويا الكل بيحترمه وبيعمل له الف حساب. اخويا متربي وما بيأذيش حد ولا بيجي على الغلبان. اخويا عنده نخوه، ما بيجيش على الولايه ولا بيأذي بنات الناس. كفايه بقى كفايه، حرام عليكي. انا اصلا مش طايق نفسي من ساعتها. احسن انك مش طايق نفسك علشان تصحى كده وتفوق لنفسك وترجع حسن اللي انا اعرفه. وما تخليش واحده شمال تمطوحك وتجيبك على بوزك تخليك حتى مش قادر تبص في عين نفسك. انت جايه ليه؟ جايه ليه يا حنان؟ انا جايه ليه؟ انا جايه علشان خاطر البنت الغلبانه اللي انت دوستها في طريقك. عايزه حاجتها اللي هي تعبت وشقت علشان تفرشها في بيتك عشان بتحبك. تمام، قولي لهم يجوا وانا هساعدهم. تساعد مين؟ هم اصلا مش طايقين يبصوا في وشك. هم مش باعتني هنا علشان استأذنك، هم باعتني هنا علشان أأكد إنك ما تكونش موجود في البيت. حاضر يا حنان، خليهم يجوا، ولو عايزاني اسيب لهم الشقه ياخدوها عشان ترتاحي. أنا عايزك تنزل وتمشي وما ترجعش غير لما أبعت لك رسالة. صحيح، وما تنساش تبارك لحبيبة القلب اللي سففتك التراب. جايبة فراشة تحت البيت علشان النهارده فرحها على صلاح جوز أختها. بتقولي ايه؟ بقول اللي أنت سمعته يا متر. ها؟ اصحى كده وفوق لنفسك قبل ما تبقى مجنون شريف. يعني كله جمع عفة. العيال بتاعت الدي جي فخدوا 500 فاضل لهم 300. ما كتير قوي يا عفة، ليه 800 جنيه ليه؟ ما هي 500 حلوه قوي. مش كتير ده كده ده. تعالى يابا هنا، رايح على فين؟ تعالى. مالكش دعوه بصلاح. يعني ايه ماليش دعوه؟ انت داخل بيتي وتقول لي مالكش دعوه؟ الناس شكلها اتجننت ابو صلاح. انت بره الحوار ده استعفى. الله يبارك لك. لك. فيها حوارات ولا ايه؟ ابعد يا صلاح، انت هتستعبط يا صلاح. شريفه يا عم اهدى على نفسك. شريفة! اهدى على نفسك يا حسن، عيب شكلك وحش قدام الناس. انا برضه اللي شكلي وحش؟ ما انت عارف انها بتحبني. بتحبك بأمارة ايه؟ أمارة جوزها الأولاني ولا التاني ولا التالت اللي النهارده؟ أنت استبني يا حسن، افهم كده بقى، أنت استبن. اسمعها منها. أنت بتسمعها مني أنا راجلها، أقول تكلم مين وما تكلمش مين. مش لما تبقى راجل الاول. اوبا لا جامده دي يا متر، لم الكلام وبعدين احترم الراجل ده ليلته النهارده، المفروض انت تكون جاي تبارك له. لا أنا مسامح النهارده يا عفت، أنا مسامح الكبير والصغير والعبيط والاهبل. ارتاح. خليها تعدي. حبي بقى. حبي يا حسن عشان راسك يا مصطفى. تعالى يا رجاله شوفوا الواد ده. شريفه في اي ناحيه. شريفه هتتجوزي يا شريفه، هتتجوزي. ألف ألف مبروك يا مدام زينب، أنت تقريبا كده خدتي براءة. تقريبا؟ هو مش خلاص خلصنا القضية والقاضي عارف ان انا ماليش دعوة بالمخدرات دي؟ لا، فاضل جلسة المحكمة ويبقى القضية اتقفلت خالص، وطالما القاضي الجزئي خرجك يبقى الموضوع انتهى خالص. انا والله مش عارفة اشكر حضرتك ازاي ولا اشكر مروان بيه، ده جميلكوا على راسي من فوق. الشكر ما يبقاش كده وما يبقاش هنا. امال حضرتك عايزني اعمل ايه؟ تيجي تشكري مروان بيه بنفسك. حاضر ان شاء الله هعمل كده، اظبط بس اموري مع جوزي واختي وهروح له على طول. لا يا ريت يكون دلوقتي، لأن مروان بيه قال لي إن حضرتك تخرجي من القسم فورا تروحي له عشان يطمن عليكي بنفسه. لا دلوقتي ازاي بس؟ ده انا لازم. بعد إذن حضرتك، ده أول طلب أطلبه منك وهيفرق معايا جدا. لو ما جيتيش معايا مروان بيه هيلومني أنا، وأنت ما يرضيكيش بقى وسط الفرحة دي آخد لك كلمتين. والله انا مكسوفة قوي من المقابلة دي. طب ما ينفعش حضرتك تشكره مكاني؟ لا ما ينفعش، وبعدين مش شايفين في حاجة تكسف. ازاي بس؟ طب انا محتاجه بس اروح البيت اغير هدومي، لحسن انا بقالي 3 ايام بالهدوم دي وشكلي عرق قوي. ثانية واحدة، مروان بيه بيتكلم اهو. ايوه يا فندم. حاضر يا فندم، خلصنا الاجراءات. هنيجي على حضرتك فورا. اتفضل يا فندم، اتفضل يا مروان بيه. اتفضلي يا مدام، اتفضلي. اهلا وسهلا، الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة يا مدام. اتفضلي يا فندم. اتفضلي.
طلقني يا عزوز. المركب لما تغرق أول من يسيبها الفيران. انا فارة؟ تعملي إيه؟ تعملي إيه يا وليه أنت؟ تكبر مني بكام سنة يا عزوز؟ أنا ما ضحكتش عليكي، قلتلك سني وقلتلك كل حاجة. صح، انت ما خبيت سنك عليا، لكن انت ضحكت عليا. ما دي العيشة اللي انا كنت فاكرة انك هتعيش عليا. أنا كنت عارف من الأول إن أنت داخلة على طمع. فعلا انا كنت طمعانة، لكن ما اللي في دماغك؟ انا كنت طمعانة في الستر، بيت اعيش فيه بما يرضي ربنا، لكن انت راجل معوج، ما في اي حاجة في دنيتك عدلة، أنا أعرف أمشي دنيتي زي ما أنا عايز. ولا بتعرف حاجة. انت راجل اناني، ما بيهمك غير نفسك وبس. وعيب يعني إن الواحد يحب نفسه؟ حب نفسك زي ما انت عايز، لكن ما تكون زي شجرة الشوك، اللي يقرب منك يتعور. عبيطة يا ست أنت، وأنت حد قرب لك ولا أذاكي؟ أذيتني لما ما شفتني بني آدمة. انت كنت بتتكلم قدامي داير تطلقني بس عشان ترضي أنوار وبتها. انت ما بتحس بزول؟ أذيت أولادك وشتتهم وخليت كل واحد في مصيبته ولا همك. مالكيش دعوة بولادي، خليكي في حالك وأنا مش هطلقك. خليكي معايا والنبي ده هواي، انت الوحيدة اللي مهونة عليا. والله يا عادل انت صعبان عليا بعشرتك مع الراجل ده. يا سلام، أنت هتقلبي ابني عليا؟ أولادك ما محتاجين زول يقلبهم، انت قلبتهم عليكم من زمان، وانا عارفه انت عايز تقاعدني ليه؟ عشان اخدمك، لكن انا ولا فارقه معاك. وانا يعني كنت خدتك عن قصة حب، اهي جوازة وخلاص. وانا ما سبت وخلاص. انا دخلت البيت ده وانا ناويه اكون مرتك واحافظ عليك واصونك وصاحب اولادك واعيش وسطهم. طلقني يا عزوز. عاوزاني اطلقك؟ ابريني الاول ورجعي لي كل الهدوم اللي انا جبتها لك. هتعمل بيهم شنو؟ هتلبسهم انت؟ ان شاء الله كمان تكون ديانيه ارجع لك الاكل اللي اكلته. ده اخر كلام عندي، تبريني اطلقك وترجعي لي كل الحاجات اللي جبتها لك. امشي جيب المأذون. اتفضلي. اهلا وسهلا، اتفضلي. مروان بيه فين يا سيد؟ من هنا يا فندم. اتفضلي يا فندم. مروان بيه، زينة هانم. اتفضلي. اتفضلي. اهلا وسهلا. مبسوط جدا اني اخيرا قابلتك. الله يخليك، الحمد لله على سلامتك، الحمد لله انك بخير. الله يسلمك. اتفضلي. شكرا انت يا كرم، تقدر تتفضل. حاضر يا مروان بيه، بعد اذن حضرتك. امال انا هروح ازاي؟ ما تلاقيش في بدل العربية 10، خدي نفسك بس الأول. لا معلش، انا جايه اشكر حضرتك وماشيه على طول. طب مش اديني فرصة أنا كمان أشكرك ولا إيه؟ مفيش حاجه اكتر من اللي حضرتك عملته تستاهل الشكر. ده انا كنت خلاص ضعت في حاجه ما عملتهاش. أنا ما عملتش حاجة، أنا عملته حاجة بسيطة، إنما أنت أنقذتي حياتي. انا ما عملتش غير واجبي، ما تنساش ان انا ممرضه. لو عايز تشكرني بجد سيبني أنت امشي. مستعجلة عم بروح ليه بس كده؟ عايزه الحق اروح لصلاح جوزي اقول له الحقيقه. قصدك طريق؟ معلش، انا لما هقول له الحقيقه هيبقى في بيني وبينه عتاب على اللي حصل. ما هو لو عارفك كويس كان هيبقى عارف الحقيقة لوحده. اكيد اتصدم. الله اعلم بقى قالوا له ايه ولا ايه اللي حصل. انا لما هقول له هيفهم. المفروض ما صدقكيش. خلاص بقى هو حر. هروح الحق شريف اختي، اكيد صلاح طردها ولا الله اعلم راحت فين. سبحان الله، واحدة خارجة من محنة كبيرة وكل اللي بتفكر فيه ناس انتي ولا على بالها. ايه اللي حضرتك بتقوله ده؟ انت تعرف ايه عني ولا عن اهلي؟ للأسف يا مدام زينات أعرف عن أهلك حاجات كتير لازم تعرفيها قبل ما تعملي أي حاجة.
لا شكرا، مش عايزه اعرف حاجه. يعني كنت عارفه ان صلاح هيطلقك؟ لا بس وارد وبيحصل، ولو ما تأسفش خلاص طز فيه، هو اللي خسران، هو اللي خسرني. لكن اختي دي ذنبها ايه؟ مسخن من سيدي الا ستي. لم لسانك، ايه اللي انت بتقوله ده عن اختي؟ انا اسف، بس اللي تخطف جوز اختها دي يتقال عنها ايه؟ تخطف ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا ماشيه. استني بس، انا مش عايز. وسع ايدك، بقول لك ايه، انا هخبطك باي حاجه في النافوخ. استني بس. طب اخليهم استني يوصلوك. امشي، ما تقولش ولا حاجه. ايه شغل التشنيش ده؟ انت ما عزمتش الناس ولا ايه؟ الصوان فاضي. لا انا عازم المنطقه كلها والله، بس احنا اللي جينا بدري. طب يكون في علمك بقى، انا مش هكتب الكتاب الا لما الاقي الصوان ده متروس بشر. بصي، اول ما المطرب هيطلع مش هنلاقي خرم ابره، على الله نلاقي مكان احنا نقعد. يا عيني على الدنيا لما تدي. يعني ابو صلاح هياكل حته البغاشه دي لوحده؟ ايه يا عم؟ انت طول عمرك شايفها، عمري ما شفتك هيمان كده. قبل الفيديو حاجه وبعد الفيديو حاجه تانية خالص. وتبقى قافه كده زي صلاح متجوز واحده مفضوحه. يا عم الناس بتنسى، خلونا نفرح. كله بيزيد زيت يا سرحان. ايه المنظر ده؟ فين المقاطع اصحابك اللي المفروض تجيبهم يعملوا منظر؟ قلت لهم يجوا بس ما حدش جه. طبعا ما حدش جه، ما حدش فيهم استعناه. انت هتحطوها فيا انا؟ ما انت عارف اللي فيها. وبعدين انت ما عزمش حد من قرايبنا ليه؟ انا جوازاتي كانت كتير وقرايبي خافوا يجوا لحسن ينقطوا. طيب امال مين اللي جنبك ده؟ انا كنت فاكره قريبنا. ده راجل طيب كده كان قاعد جنبي في الميكروباص، لقيته ما وراهوش حاجه جبته اعمل لنا منظر. منور يا حاج. الف مبروك ان شاء الله. يا لهوي على البكاسه وقله الدم. يا اختي عاملين فرح وزينات محبوسه، حسرة قلبها على اختها وجوزها.